السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا اسمي نادية، يا رب القناة تكون بتعجبكم وتستفادوا منها. النهاردة كده مع بعض إن شاء الله في متابعة معانا. هي الأكونت بتاعها أو الجيميل بتاعها باسم يونس. هي كانت طالبة، هي يعني مرتبها أو مصروفها 3000 جنيه في الشهر، بس هي عايزة تقسمهم بالأسبوع، فهنقسمهم لها النهاردة بالأسبوع بطريقة إن شاء الله حلوة هتعجبكم بإذن الله. ماشي مع كده معانا ايه؟ هي 3000 جنيه في الشهر. انت بقى ال 3000 جنيه في الشهر دول عشان تمشيهم بالاسبوع هنعمل ايه؟ هنخلي كل اسبوع 700 جنيه، يبقى كده كام؟ 2700 جنيه في الشهر. ركزوا بقى معايا كده. هي قبضها او مصروفها 3000 جنيه، تمام؟ لو احنا خدنا كل اسبوع 700 جنيه في الاسبوع، يبقى في الشهر هيبقى كام؟ يبقى في الشهر هيبقى 2800 جنيه، تمام؟ دول كده ايه في الشهر. هيتفضل معانا كام؟ من ال 3000 جنيه هيتفضل 200 جنيه. 200 جنيه دول هنعمل بيها، هنقول دلوقتي مع بعض ال 200 جنيه دول ان شاء الله هنعمل بيهم ايه. اول فكره معانا ان احنا هنعمل بيهم مثلا نحط 100 في ظرف الادخار، و100 في ظرف الطوارئ. ماشي. ايه الفرق بين ظرف الادخار وظرف الطوارئ؟ الناس الجديده اللي معانا، ظرف الادخار ده احنا ما بنفتحوش غير من السنه للسنه في المهام الصعبه، المهام الكبيره، عايزه توضبي حاجه في البيت، توضبي حاجه في الشقه، تبيضي، تجددي ستاير، تجددي سجاد. ده للمهام الكبيره، المهام الصعبه ممكن يقعد سنه سنتين من غير ما تيجي جنبه ولا تفتحيه. ده الادخار. الطوارئ بقى اللي هو اللي احنا بنفتحه مثلا لا قدر الله مفيش فلوس البيت، واحتاجتي علاج، احتاجتي كشف، احتاجتي حاجه على دخلة رمضان احتاجتيهم، على دخلة مدارس، على ايه الحاجات دي كلها. ده ظرف بالنسبه لظرف الطوارئ، تمام؟ هقول لك دلوقتي. طبعا هي الميزانيه هي عايزاها اكل وشرب بس، مش عايزه فيها فواتير. طيب دلوقتي احنا بقى لو انت مش عايزه تشيلي ظرف الادخار وظرف الطوارئ، هقول لك دلوقتي هنعمل ايه تاني بال 200 جنيه دي. بس دلوقتي احنا قسمناهم كل اسبوع كام؟ 700 جنيه. دول 700 جنيه اهم، كل اسبوع هيبقى 700 جنيه. ال 700 جنيه دول هنعمل بيهم ايه؟ طبعا احنا هنقسم معانا البنود بتاعتنا اللي احنا هنجيبها عشان نمشي الدنيا معانا في الاسبوع. بند، يا رب تكون ظاهره معاكم كده. ماشي. اول بند اللي هو بند الفطار والعشاء، تمام؟ بعد كده البند اللي بعده اللي هو بند الخزين، اللي هو خزين البيت، اللي هي ايه اساسيات البيت يعني. بعد كده بند الخضار والفاكهه. بعد كده بند منظفات. بعد كده بند اللحوم. تمام؟ دول ايه الخمس بنود بتاعتنا اللي احنا هنمشي بيهم الفلوس دي. تمام؟ دي ما فيهاش لا فواتير ولا حاجه، هي عايزاها اكل وشرب بس. تمام؟ هنا اول بند الفطار، احنا معانا 700 جنيه. انا بند الفطار دول عشان اجيب من ال 700 جنيه دول هناخد كام؟ هناخد 150 جنيه. هنعمل بند الفطار والعشاء 150 جنيه. ماشي. انا معيش فكه، فاحنا هناخد 150. ال 50 جنيه هناخدها تانية، هقول لكم هناخدها ازاي دلوقتي. ال 150 جنيه دول هنعمل بيهم ايه؟ هجيب بيهم مثلا لو انا بستخدم علب اللي هي الجبنه، هجيب علبه جبنه نص كيلو. تمام؟ هجيب مثلا، او بتجيبي الجبن السايبه، هتجيبي نص كيلو من الجبنه السايبه. هتجيبي مثلا 10 بيضات. هنجيب احنا معانا في الخزين هنا هنجيب دقيق للفطار والعشاء. هنعمل بيه، هنعمل شويه معجنات، شويه كرواسون بقى، شويه باتيه، هنعمل شويه قراقيش، شويه قرص طريه، اي حاجه. المهم ان احنا ايه، هنجيب كيلو دقيق في الاسبوع هنعمل منه معجنات، وهنجيب كيلو ونص، ونص كيلو تاني هنعمل منه عملنا مثلا كيكايه هتنفعنا برضو في الفطار وفي العشاء. هنعمل ايه تاني؟ لو عوزنا مثلا عملنا سمك، عملنا عجة، عملنا اي حاجه، يبقى عندنا نص كيلو دقيق على جنب لوحده. هنا الفطار والعشاء قلنا ال 150 دي جبنا. هنجيب ايه تاني؟ قلنا هنجيب بيض مثلا 5 بقى بيضات، 10، 7، على حسب انت هتجيبي البيض بتاعك. انت هتقسمي 150 جنيه دول على كده. هتجيبي لك ربع فول مثلا تدميس. بلاش نعمل فلافل دلوقتي، فلافل غاليه، الخضره غاليه. لو الخضره رخيصه لا يعني تكون الخضره رخيصه هنجيب ونعمل فلافل في البيت، وهنعمل الفول في البيت. لو جبتي ربع وربع ب 10 جنيه، يعني ب 10 جنيه هيكفيكي طول الاسبوع. تمام؟ معاهم بقى ايه؟ هتجيبي مثلا علبه جبنه، هتجيبي ربع حلاوه، هتجيبي ربع او نص كيلو عسل. فانت هتمشي نفسك بالفطار والعشاء. برضو في الخزين بتاعنا نحاول نجيب نص كيلو شعريه، هينفعنا برضو لو عملنا شويه شعريه باللبن، شويه شعريه بالعسل الاسود كده، شويه شعريه بالسكر.
لو ما عندكيش عسل او لبن حطي عليهم شويه سكر، بتبقى حلوه جدا للولاد، بيحبوا الحاجات دي. فانت ال 150 دول هتقسميهم ايه لبند الفطار والعشاء، هتقسمي بقى ايه، انت شوفي بقى انت ولادك بيحبوا ايه. مش عايزه اقول لك كاتب ايه وايه وايه بالظبط، انا كنت اول بعمل ميزانيات كده، بس انا شايفه ان كل واحد اضرب في بيته بيعمل ايه. يعني مثلا ممكن اكتب لك الخزينه 2 كيلو رز و2 كيلو مكرونه، وهاتي كذا وكذا وكذا، وانت مثلا استخدامكم مش كتير في الرز والمكرونه، استخدامي انا غير استخدامك في الرز وفي المكرونه وفي الخزين والحاجات دي. كل بيت غير التاني، في بيت بياكل كميه مثلا من ال الرز والحاجات دي اكتر، في ناس بتحب العيش اكتر، فكل واحد بايه هينظم بقى على حسب ايه ما هو سيستم بيته ازاي هما بيحبوا ايه. فاحنا هنجيب الفطار والعشاء قلنا 150 جنيه، وهتجيبي بقى الحاجات اللي انت بتحبيها في الفطار وفي العشاء وهتخليها بايه بحيث انها تقعد عندك. وقلنا زي ما قلنا اهم حاجه ان يبقى في دقيق في البيت، تعملي شويه معجنات كل اسبوع. لو قعدوا معاكي يومين 3 فانت وفرتي كتير قوي في بند الفطار وفي العشاء. يعني لو قعدتي 3 ايام او يومين حتى تاكلي في المعجنات دي هتبقى معاكي هتوفر معاكي في الجبن، لان الجبن اسعارها غاليه دلوقتي. برده ممكن تجيبي لك ربع قريش، انا عارفه ان القريش غالي بس برده هتبقى ارخص من الحاجات التانية. فانت 150 بقى حاولي تصنفيهم على حسب الفطار والعشاء اللي هتجيبيه بقى. تمام. البند اللي بعد كده اللي هو بند الخزين، هنجيب ايه بقى. الخزين انا عامله له كام الاول، هنعمل مثلا الخزين 200 جنيه. ماشي، الخزين هنعمل له 200 جنيه. هنجيب ايه هم ال 200 جنيه دول؟ هنجيب الرز والمكرونه. الحاجات بقى انت بتاخدها زي انا عارفه ان يعني انت عارفه انا احسن ميزانيه الميزانيه الشهريه، بس هي عايزاها بالاسبوع لان الفلوس بتتصرف منها. بس انا من رايي ان الواحد اللي اخد مصروفه بالشهر وجبتي حاجتك كلها بالشهر وقسمتيها هيبقى اوفر ليكي من انك تجيبي حاجتك بالاسبوع، بتبقي هتحيتي في الحاجه. يعني انا مثلا لو بالشهر دي هعمل لك مثلا 1000 جنيه للخزين، 1000 جنيه الخزين دي هتملى لك البيت خزين وهكفيكي طول الشهر ان شاء الله. لكن هي عايزاها بالاسبوع، فانا هعملها اللي هي عايزاه، وان شاء الله هبقى اعملها لكم مره تانية بالشهر. نفس الميزانيه هعملها لكم بالشهر ان شاء الله، وهقول لك ازاي تعرفي توفري فيها بالشهر ازاي. برضو جربي دي شهر وجربي دي شهر وشوفي اللي تقدر تمشيكي اكتر اعمليها. هنا الخزين هنقول مثلا نحط 200 جنيه للخزين. تمام، 200 جنيه للخزين. هنجيب ايه؟ قلنا هنجيب كيلو ونص مثلا من الدقيق. هنجيب مكرونه بقى على حسب انت بتستخدمي مكرونه ورز، 2 كيلو 2 كيلو كيلو ونص كيلو ونص على حسب انت بتستخدمي. نحاول بقى ندخل العيش شويه. فهنجيب الرز والمكرونه والدقيق من الخزين. هنجيب مثلا نص سمنه او ربع سمنه على حسب ما هتكفي معاكي، هتبقى ربع سمنه مثلا. والكيلو سايبه ده ب90 يبقى النص ب45، الربع 22 ونص. تمام، عشان كده بقولك هتخليها بالشهر هتبقى احسن. هعملها لك بالشهر ان شاء الله وجربيها وشوفي ان شاء الله هتنفع معاكي. وانا كنت عامله لكم فيديو على فكره ازاي الفلوس تكفي معاكي والاكل والشرب يكفوا معاكي لاخر الشهر، اللي هو فيديو من النهارده مفيش زنقه اخر الشهر. الفيديو ده حلو جدا، هسيبه لكم ان شاء الله في شاشه النهايات اللي هي الشاشه بتظهر في الاخر، او في الكومنتات، في اول كومنت مثبت هشوف هسيبها لكم فين، بس هسيبها لكم ان شاء الله. الفيديو ده هينفعك جدا جدا الناس اللي فلوس او الاكل بيخلص منها وبتحتاس اخر الشهر. بجد في افكار حلوه جدا، مش فكره واحده كذا فكره هتخلي الحاجات كلها معاكي تكفي لاخر الشهر. لو لسه ما اشتركتيش بقى في القناه، تشرفيني بالاشتراك في القناه وتضغطي على زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل حاجه جديده. تنسيش بقى تعليق حلو منك كده، وتعليق بذكر الله، وايه ولايك من حلو منك كده. بعد كده قلنا ال 200 جنيه دول هنجيب بيهم كيلو ونص دقيق. هنجيب مثلا 2 كيلو رز، 2 كيلو مكرونه. المكرونه والرز الحمد لله بفضل الله رخصوا دلوقتي. عايزه اقول لك ان الرز دلوقتي ممكن وصل ل 20 و22. تمام. المكرونه برده ب 22 سايبه. الدقيق برضو ب 18 و16 و17 في ب20 اللي هو الكياس. فهنحاول بقى نجيب الحاجات السايبه هتبقى اوفر معانا كتير. لو جبتي مثلا ب 100 جنيه الرز والمكرونه وكده، وال100 جنيه التانية هتجيبي بيها مثلا الخزين. مش قادره امسك نفسي، هحاول بقى ايه اكتبها لكم معلش، انا مش عايزه اقسمها كده. بس مثلا هنقول هنجيب 2 كيلو رز. مثلا الكيلو قلنا نقول ب 22 جنيه، يبقى اقول 22 يبقى 22 و22 45 جنيه. هو 44 بس احنا هنقول 45 جنيه رز. تمام. لو جبنا كيلو ونص دي هنقول الكيلو هنقول ب 30 جنيه دي مثلا، يبقى دي ب 30 جنيه. هنجيب ايه تاني؟ المكرونه نقول مثلا ب 22، هنجيب مثلا 2 كيلو مكرونه بكام؟ 22 برضو هنقول حوالي 45 جنيه مكرونه. يبقى كده كام؟ 90 و 100 120 جنيه كده، 120 دقيق رز مكرونه. تمام. ال 80 جنيه الباقيين هنجيب مثلا ربع سمنه. هنجيب ايه تاني؟
طبعا هي دي عندها التموين تقريبا، يعني هي ما طلبتش تموين، هي عايزه بس الاكل والشرب، فهي عندها التموين بتاعها. فهنجيب هنا كده 120. 80 هنجيب قلنا السمنه، هنجيب بقوليات مثلا، هنجيب 20 جنيه عدس بجبه، ب 20 جنيه عدس اصفر، او ب 20 جنيه فاصوليا بيضه او لوبيا. فال 20 جنيه فال 80 جنيه هتقسميهم كده، هتقسميهم على البقوليات. ولو محتاجه اي حاجه تانية في الخزين هنجيب مثلا بيكنج باودر، فانيليا، عشان نشغل الدقيق اللي احنا جبناه ده. فانت هتشوفي بقى انت محتاجه ايه في الخزين بتاعك، وهتكتبيه في حدود ال 200 جنيه دول. تمام. بعد كده هندخل على البند ايه، بند الخضار والفاكهه. انا عامله له كام؟ هنعمل له مثلا الخضار والفاكهه هنقول برضو هنعمل له 150 جنيه. تمام. 150 جنيه. هنا برضو هنا في 50 جنيه هنا، وفي 50 جنيه هنا. تمام. هنا بند الخضار والفاكهه هنعمل له 150 جنيه. انت بقى هتجيبي بناء على ايه؟ بناء على المنيو اللي انت هتكتبيه كل اسبوع. هتكتبي المنيو بتاعك اللي انت هتعملي الاكلات اللي هتكتبيها كلها، وهتقسميهم بقى. هتشوفي اللي محتاجه قد ايه خضار، وقد ايه بطاطس، قد ايه طماطم، قد ايه الحاجات دي كلها هتكتبيها. هنجيب بقى ايه الخضار بتاعنا كله، وهنجيب الفاكهه بقى نحاول نجيب ايه. مش هقول لك هاتي بقى الفاكهه الرخيصه، لا، يعني لو الفاكهه غاليه هتجيبي نص كيلو من الفاكهه الغاليه، مش عيب ولا حرام يعني ان احنا نجيب نص كيلو. وهتجيبي مثلا من الفاكهه الرخيصه كيلو او كيلو ونص، 2 كيلو على حسب. فانت هتقسمي الخضار والفاكهه بتاعك كله. هتجيبي بقى انا عارفه ان الطماطم غاليه والبطاطس غاليه، الله المستعان يعني. بس هنحاول نمشي نفسنا ب 150 على قد ما نقدر في الاسبوع، علشان كده يعني. تمام. عشان كده بحبش ميزانيه اسبوعيه بصراحه، بحب لما انت مصروفك بالشهر تمشيها بالشهر احسن. فانت على 150 جنيه هتجيبي الخضار بتاعك اللي ايه اللي هتطبخيه على حسب المنيو اللي انت كاتباه. بعد كده بند المنظفات. بند المنظفات هنعمله له كام؟ 50 جنيه. ماشي. لان طبعا اهم حاجه الاكل والشرب. 50 جنيه في الاسبوع مش وحش. هتجيبي مثلا ايه؟ هتجيبي باكو مثلا باهي، ما اعرفش الباهي اللي هو ب 15 جنيه مثلا الواحد. مع هتجيبي لتر برسيل جل عشان يساعد معاه، عشان يكفي بقيه الاسبوع. لتر برسيل جل من السايب ب 10، ومع باهي ب 25 جنيه. هتجيبي لك صابونه مثلا، هتجيبي ب 5 جنيه لتر صابون مواعين، الكلام من ده. ماشي. فانت هتمشي نفسك بالمنظفات بال50 جنيه دي. في حاجه فضلت معاكي الاسبوع اللي ورا، الاسبوع اللي ورا هتشوفي ايه تاني ناقص وهتجيبيه مثلا، وايه، وتقللي من الحاجات اللي موجوده عندك يعني مش هتجيبيها، وتجيبي ايه اللي هتكملي على اللي عندك. يعني لو فضل منك حاجه من 50 جنيه، انا عارفه ان 50 جنيه قليل في المنظفات، بس الميزانيه يعني علشان تقدري تقسميها يعني بالاسبوع، فبتبقى محدوده شويه. تمام. هنا هتجيب منظفات بال50 جنيه. ما تنسيش صابون المواعين، صابونه الوش، كيس الباهي، او لو جبتي برسيل جل يبقى ارخص. بدل ما هتجيبي 2 لتر برسيل جل هيكفوكي الاسبوع ان شاء الله. فالله المستعان يعني. طلعي الصدقه بتاعتك بنيه ان ربنا ايه يبارك لك في الفلوس بتاعتك، ونقول الدعاء بتاعنا اللهم ارزقنا البركه في كل شيء رزقتنا بيه، ومع كل بركه بركتين. تمام. بعد كده قلنا المنصف. بعد كده هنيجي على بند اللحوم. احنا فاضل معانا كام؟ هنا 150 200 كده 350 400 500 كده 600 550 جنيه فاضل معانا كده. بعد كده بند اللحوم معانا احنا كده معانا كام؟ 150 200 يبقى كده 350 500 كده 550 كده معانا 550 البنود اللي عملنا معاها. فضل معانا كام؟ فضل معانا 150 جنيه 100 جنيه اهي، وال50 جنيه بقيت في فلوس الخضار. يبقى كده معانا 150 للحوم. انا عارفه ان 150 للحوم هيبقى قليل جدا، بس احنا هنعمل ايه؟ احنا معانا 200 جنيه اول الشهر. لو انت مش عايزه تحطي حاجه في صندوق الطوارئ هتاخدي ال 200 جنيه دول على ال 100 كل اسبوع مثلا هتاخدي منهم 50 جنيه على اللحوم بتاعتك. تمام. يعني كل اسبوع هتاخدي 50 جنيه على اللحوم بتاعتك. تمام. هيبقى معاكي مثلا 250 200 جنيه للحوم. ممكن تمشي بقى بنظام ال 50 جنيه ال 50 50 50 احنا كنا عاملين في القناه، اللي هو 50 جنيه مثلا مفروم، 50 جنيه بانيه، 50 جنيه صدوق، 50 جنيه اجنحه، هكذا. ممكن تمشيها 50 مفروم مع 100 سمك، هكذا. ممكن تاخديهم في اسبوع هتجيبي مثلا فرخه. عشان كده بقول لك ان انت تمشيها بالشهر هيبقى احسن. فانت هتعملي كده، هتاخدي ال 200 جنيه دول ممكن تكملي بيهم لو انت مش عايزه تحطي في صندوق الطوارئ، لان انا عارفه ان 150 قليل قوي في اللحوم. فاحنا هناخد من صندوق الطوارئ، ممكن تخليهم زي ما هم كده في الظرف بتاع الطوارئ، ولو احتجتي منهم 50 كده كل اسبوع هتاخدي منهم 50. هيبقى معاكي ايه، وتشيلي 50 جنيه بس في الطوارئ عايزه تاخديهم كلهم. فانت برضو ايه حسب ميزانيتك. عشان كده بقول لك ان هي بالشهر هتبقى احسن، هتبقى جايبه لحومك كلها بالشهر، وهتقسمي وهتطلع منهم وجبات كتيره. فانا هعملها لكم مره تانية ان شاء الله برضو نفس الميزانيه بالشهر كده، علشان تعرفوا تقسموها احسن وهتبقى اوفر كتير. تمام. هنا هيبقى زي ما قلت لكم، يعني هتحاول تقسميها بقى زي ما انت عايزه في اللحوم. نحاول برضو نجيب زي ما قلت لك اللي هي الخمسينات دي، هتبقى هتوفر معاكي كتير في المصروف.
يعني مره هنجيب سمك، مره فرخه، مره هنجيب نص لحمه. مثلا لو في حد بيبيع لحمه 350 هناخد ال 150، او لو هي ب 350 هناخد هنا من هنا 25 وهنجيب نص لحمه ب 25 جنيه. فانت خلي بقى ال 200 جنيه بتوع الطوارئ دول، هنخليهم ايه؟ الطوارئ اللحوم، هنخليها طوارئ اللحوم، لان انا عارفه ان 150 جنيه في اللحوم مش هتكفي في الاسبوع. فانت لو انتوا تمام مفيش مشكله بالنسبه لكم، يبقى تمام هتمشي نفسك بال 150 جنيه في اللحوم. مش تمام يبقى هناخد دول هنخليهم الطوارئ دول في ظرف الطوارئ، ولو كل اسبوع مثلا اخد منهم 50 جنيه على ال 150 بتوع اللحوم، هيبقى 200 جنيه لحوم هنمشي نفسنا بيه طول الاسبوع. تمام. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.